في خبر عاجل حصري، اقتحم مدرب أجنبي قائمة المرشحين لقيادة نادي الوداد الرياضي خلال الفترة القادمة، في ظل وجود شكوك حول استمرار الجنوب إفريقي رولاني موكوينا. وبات رولاني موكوينا على أعتاب الرحيل من الوداد بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الأحمر على يد المغرب التطواني في كأس العرش المغربي. وودع الوداد كأس العرش ولم يتبقى أمامه سوى المنافسة على المركز الثاني في الدوري المغربي من أجل التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. خوسيه ريفيرو معروض على الوداد لتعويض موكوينا. وذكرت تقارير مغربية أن أحد الوسطاء اقترح على إدارة الوداد التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو الذي سيرحل عن أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنهاية الموسم. وأوضحت التقارير أن خوسيه ريفيرو سيكون غير مرتبط بأي ناد مع نهاية الموسم الحالي، مما يجعل النادي الأحمر قادرا على التعاقد معه، خاصة وأن راتبه يعد أقل بكثير من راتب موكوينا. وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي الوداد يركزون حاليا على إقالة رولاني موكوينا بالتراضي، خصوصا وأن رحيله بات مطلبا جماهيريا بعد موسم صفري للنسيان. وتعهد موكوينا في وقت سابق أنه سيغادر الوداد في حال لم يستطع إنهاء الموسم بلقب واحد على الأقل، مع العلم أن النادي الأحمر مقبل بعد شهرين على كأس العالم للأندية 2025. متى ينتهي عقد رولاني موكوينا مع الوداد؟ وكان رولاني موكوينا قد انضم إلى الوداد في الصيف الماضي بموجب عقد يبلغ 3 سنوات مع راتب سنوي يعتبر هو الأكبر في الدوري المغربي هذا الموسم. فما رأيكم في هذه المستجدات؟ هل في نظركم سينجح المدرب ريفيرو في حال تسلم منصب المدرب لنادي الوداد الرياضي في حالة الانفصال على المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا؟